اهلا بيكم حبايبي. النهارده هنعمل الرز بلبن بطريقه سهله قوي، اللي هي طريقه امهاتنا بتاعت زمان. مش هنفتكس فيه اي حاجه خالص، مش هنعمل فيه حركات ولا اي حاجه. هنعمله كده زي امهاتنا ما كانوا بيعملوه زمان. طريقته سهله قوي وبسيطه ومكوناته كلها في البيت. شايفين طالع كريمي وحلو ومفيش فيه غلطه ان شاء الله. حاجه كده في منتهى الجمال. ولو اول مره بتجربيه هيطلع ناجح منك من اول مره. وصدقيني الوصفة دي من زمان بعملها. بعد كده حبيتي تحطي فيه ايس كريم، تعملي له اي توبينج صوصات، بصي دي بتاعتك انتي. بس بصراحة انا بحبه كده زي ما هو كده. اكلات الصيف الجميلة اللي كلنا بنحبها، والحلويات اللي بترطب على القلب كده. يلا بينا نشوف الطريقة. هبتدي كده ب2 كيلو لبن على النار في حلة تكون عميقة شوية. هسيبهم لحد لما يغلوا. هبتدي اقلب فيه كده علشان بس ما يتلسعش من تحت. انتوا عارفين ان اللبن على طول بيتلسع من تحت. في الوقت ده اكون غاسله معايا كوبايه من الرز. 2 كيلو بياخدوا كوبايه من الرز. هسيب لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام تحت الفيديو في صندوق الوصف زي ما اتعودنا. هنغسل الرز وهنصفيه كويس قوي من الميه بتاعته. وابتدي انزل على اللبن بعد لما غلى واحده واحده كده. هبتدي اقلب بقى وما تروحيش في اي حته، ايديكي على طول تبقى في الرز علشان اللبن والرز على طول بيتلسعوا او بيتحرقوا من تحت. فعلى طول ايدينا فيهم كده زي ما انتم شايفين بدأ يغلي. وخلاص كده الرز بتاعنا بدأ يدخل في السوا. شايفين زاد ازاي وبقى شكله جميل. هو كده تقريبا 3/4 سوا. انا ما حطيتش لسه سكر ولا حطيت اي حاجه. هبتدي انزل بكميه السكر بتاعتنا، ودي طبعا هتبقى موجوده تحت في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام. هقلب بقى لحد لما يدوب السكر كده. في الوقت ده خلاص الرز بيستوي بسرعه قوي ما بيستناش. هتقلبي بقى كويس السكر لحد لما يدوب وبعدين تدوقيه وتشوفيه. لو محتاج سكر تاني بتنزلي. طبعا السكر ده بيكون على حسب الرغبه. انا احتاجت كمان معلقتين كبار من السكر نزلتهم وابتديت اقلب تاني. خلاص هو كده تقريبا دخل في السوا. هقلب المكونات كلها مع بعضها، السكر يدوب وكمان الرز يشرب من السكر وطعمه يكون مظبوط. في الوقت ده هحضر معلقتين كبار من النشا. هحطهم على 3/4 كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص، واقلبهم كويس قوي. وهنزل على الخليط ده بالنشا اللي معانا وهفضل اقلب بقى كويس قوي. ايدك بقى ما تسيبش اللبن ابدا عشان ما يكلكعش. هو خلاص كده كل حاجه استوت معانا. هحط معلقتين كبار من الزبده، مكعبات زبده كده زي ما انتم شايفين، عشان يكون دسم كده وطعمه حلو. هقلب كل الكلام ده كده مع بعضه بس لحد لما الزبده تدوب. شايفين ما شاء الله هو حلو قوي كده، مظبوط خالص. ما تخلوش ماسك قوي عشان لما يدخل التلاجة ما ينشفش. هو كده كريمي قوي. هضيف بقى معلقه كبيره من الفانيليا. هيغلي غلوه واحده كمان على النار وهبتدي اشيله واحطه في الاطباق بتاعتنا. انا كده بغرف الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين اصلا قوامه عامل ازاي، كريمي جدا ما شاء الله. هبتدي احطه في الاطباق بتاعتنا علشان ابتدي اقدمه. ما شاء الله عمل لي كميه كويسه قوي. شايفين ما شاء الله كريمي جدا جدا. هو القوام ده مظبوط. ما تخلوش ناشف عن كده عشان لسه هيجمد تاني في التلاجة. شايفين القوام عامل ازاي، رائع بجد ما شاء الله. اللهم بارك. حاجه كده تجنن. شايفين ما شاء الله. طبعا في الوقت ده احنا بنزينه بقى زي ما احنا عايزين. انا قدمته بالطريقه دي، الطريقه المعتاده واللي كلنا بنحبها. لو عايزه تحطي في الوقت ده ايس كريم، حابه تحطي اي صوص انت حباه في الوقت ده حطيه. هو كده برد وكده بعد تاني يوم. شايفين ما شاء الله لسه محتفظ بقوامه ازاي، كريمي جدا زي ما هو ما شاء الله. ومظبوط قوي وكمان الرز مستوي ومظبوط جدا ومفيش فيه غلطه. بجد رائع. نفس اللي امهاتنا كانوا بيعملوه زمان بدون اي افتكاسات ولا تكات ولا حركات ولا اي حاجه خالص. شايفين في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذه. حاجه كده تجنن. ياريت بقى ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والشير.